اول بوتيك مشيت لقيت فيها وتشوني ديال الجزائر درج 3070 طن ديال الحشيش واللي هو او دخل المغرب. قصدك بالانجليزيه ولا بالعربيه؟ كما تحب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في هذا الفيديو ان شاء الله بحول الله غادي نناقشوا بزاف ديال المواضيع، ماشي غادي نناقشوا، غادي نشوفوا بزاف ديال الفيديوهات. يلا نبداو. غادي نشوفوا اول فيديو. موازين القوى انقلبت ونهاية مرحلة النفوذ لفوز الأقجع صارت على الأبواب. تحركات وليد صادي تجاوزت الحدود الإفريقية وتثبيت المكانة عالميا تجسد على مستوى أعلى هيئة في كرة القدم. صادي توجه للسرعة القصوى في عملية الانطلاق لحماية مصالح الكرة الجزائرية في لقاء تاريخي مثمر سيحمل مخرجات لن تسعد من يقتات من فتات ألاعيبه القذرة. دمية الأقجع دمية الأقجع دمية الأقجع الدمية وجاب كأس العالم السي محمد التي لا تتحرك إلا بأياد صهيونية ستقف عاجزة هذه المرة أمام رجل يعرف جيدا من أين تؤكل الكتف. بعد فترة قصيرة من توليه رئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم صار يلقن دروس الدبلوماسية مشكل مازال ما دار والو. يلا بدا، يلا سلم على أنفنتون الرياضية تواليا لفوز الأقجع الذي سيصبح في المرحلة المقبلة مجرد قزم لا يراه أحد في الواجهة. مجرد قزم لا يراه أحدا في الواجهة. هذا وصل. شنو وصل جاب كاع داكشي اللي كان كيتمنى شي واحد يديرو في 30 عام 40 عام دارو من 2014 حتى 2024. نقولوا كاع حنا 24 10 سنوات وصل القمة. كأس العالم وصلوا جابوا البلاد ديالو. نمشيو لفيديو اخر. جا من الاول ما كان والو ما يدير حتى يعني عرسه عيانه ولا يعني برسا بصح دوكا مع وليد صالي ما يقدر يدير والو. نيبوا عليه مستوى يعني نقص ضعف كي شاف هكا ضعف شويه واسمه لقجا ما كان والو. لقجا من الاول ما كان والو. سير الحاج تصلي سير القجع وصل. قلنا لكم فين بغا. شوفوا مشيو الفيديو اخر. مشكل اخر محمد او مطلب اخر مدينه العيون بالصحراء الغربيه تطالب باحتضان مباريات من المونديال. تعرف المشكل اكيد والرغبه في الحكم الذاتي في الصحراء الغربيه. دونك ترى انه هذا ممكن انه مدينه العيون تحتضن ممكن مباريات من مونديال 2030. هي عندها استقلال ذاتي. لا هي تابعه المغرب. فما مشكل هو اي ما في مشكل مش داخله خاطر هي تويقات تطالب استقلال ذاتي. فما مشكل وهي فما عداوه بينه وبين المغرب. يا خويا فراسك التوانسات والله العيال العظيم ما كيبحثوا في شي موضوع. والله ما كيعرفوا شنو هي الصحراء الغربيه وشنو هي الصحراء المغربيه وما كيعرفوش شنو هو الغرب وشنو هو الشرق وشنو هو. وين تبغوا بعدا تتكلموا في شي موضوع على الاقل بحثوا فيه. دابا هذا مسول الاخر قال لي الصحراء الغربيه هذا كيجاوبوا على واحد المخيم سميتو مخيم العيون كاين في تينجوف. دابا هما داروا مخيمات. داروا مخيم ديال سماره مخيمات اللاجئين كيقولوا لهم اللاجئين. كيحسب واش غادي نطمو حنايا المباريات في تيندوف بعدا دورها من راسك. تيندوف دابا حاليا جزائريه وحنا غنمشيو نطمو فيها كاس العالم وغادي نديروا فيها تشيلان. راه كيهضر لك هذا على العيون. ولا دخلتي للعيون راه الطب. العيون راه وقيلا خفت نقولها لكم ويبقى فيكم الحال. والعيون راه احسن من العاصمه ديال تونس. ودخل ديال العيون الصحراء المغربيه وغادي تطلع لك العيون. كي ولات العيون راه ولات كتنافس المدن الكبيره في افريقيا. لا هي اصلا بنسبه 90% ما تراش هذا ممكن يعني بنسبه 100% تابعه الجزائر. واحد استقلال ذاتي بنسبه 100% تابع الجزائر. هادو والله الا غلطين كيحسبوا واش كيهضروا على تينجوف. ماشي الجزائر فما استقلال ذاتي. انا قلت لك استقلال ذاتي لكن انا قلت لك في المعامله وفي التعاملات. اي ممكن هو المشكل قائم بين الجزائر والمغرب فيما يخص انتماء للجزائر اكثر من الانتماء للمغرب. وهي المشكله انتماء للجزائر اكثر انتماء للمغرب. يعني تينجوف كيهضر على تينجوف. هذا المشكله مع المغرب مش مع الجزائر. هي حتى العلامه نتاعها فيها شطر علامه الجزائر. يعني العلامه ديالها يعني ما العلم ديالها راه فيها العلم ديالها ديال فلسطين. واش دو ديك النجمو الهلال اللي كاينه ديال الجزائر داروهم تما وداروا رايه ما عندهم لا رايه لا والو. باش نقول لك مستحيل انه الصحراء الغربيه ومدينه العيون تحتضن. ايوا شوف نقول لك واحد القضيه. والله من هنا ل 2030 ما غاديش ننظموا فيها كاس العالم ولكن من هنا 2030 يتفك المشكل هذا. يتفك هذا المشكل ديال الصحراء كاع ديفينيتيفمون. خصكم تعرفوا بان الصحراء هنايا صحراء. انا كنعرف صحراء ماشي انا كنهضر لك من الفراغ.
عايشين بحال الملوك، امراء هما في راسك، صحراوه امراء، ديرها في بالك. مباريات حسب محمد سليتي، محمد سليمان خبير في الشؤون الجغرافية السياسية. اش خبير ما عرف حتى الصحراء فين جات وفين العيون. نمشيو لفيديو اخر. ليتم توقيف 5 أشخاص هادو دخلوا الحشيش للجزائر من طريق المغرب، قالوا هما اللي قالوا. كملوا الفيديو باش تعرفوا. مشتبه فيهم الجزائر هي الوحيده في العالم اللي باقي كتبين هذا الشيء هذا. الاذاعه الوطنيه تجيب لك هاد خزعبيلات في راسك كتشي منه على الدراري الصغار. 91 كيلوغراما فاصلة 600. والحاجه واش كتعرف شنو هي 91630 كيلوغرام؟ واش كتعرفوا بعدا بحال كيتصاوب ولا ما كتعرفوش ولا كتهضروا؟ 30 غراما من القنب الهندية، وحجز 11 مركبة فاخرة سياحية ونفعية، و2550 أورو و60 دينار تونسي. و60 دينار تونسي باش زعما تحقق باش تقول بانه فري هذا الشيء هذا. هي 60 دينار تونسي يعني فري، دخل من المغرب وفيه التوانسه. تعد من عائدات الاتجار غير المشروع بالمخدرات. الجماعة الإجرامية المنظمة العابرة للحدود الوطنية انطلقت من المغرب، الدولة المنتجة للقنب الهندي، مرورا بولاية غرب الوطن. من الحشيش او نبات الكيف هم سمعش غيقول لهم الدري هذا يسموه القنبة الهندية، كيف انهم بيقوموا بعملية طبعا بيحطوه جوا صدر وبيطبلوا عليه بحيث انه من الصبح من شروق الشمس لغروب الشمس بس بيطلعوا بس نص كيلو، يعني من الصباح للعشيه باش نص كيلو. وجبنا واحد شويه من واحد الروبورتاج ديال اجي تفهم وشتينا منه هاد اللقطات، وغادي تشوفوا حتى هو غادي يعطيكم بالاعداد وبالارقام وشحال ديال سميتو كتصاوب في العام. يعني في العام شحال ديال الطون كيتصاوب في العام. هما قالوا لك 91 طون و600. سمع، هي 134 ألف هكتار في هاد المناطق اللي كتشوف. هاد المساحه كتخرج لنا 3070 طن ديال الحشيش. يعني هاد المساحه كامله كتخرج 3070 طن ديال الحشيش، واللي هو لا غيزي اللي قلنا العسل اللي كيخرج من ديك الواق عارف. كل 100 كيلو ديال العشمه كتخرج لنا 2.8 كيلو ديال الحشيش بمختلف جوداته، من النقعه حتى للفرشاخ. اغلبيه هذا الانتاج ديال الحشيش كيتهرب لاوروبا، وكتبقى واحد البركه قليله كتكونسوم محليا، وشي حاجه كيشدوها البوليس وشي حاجه كتفرق في افريقيا. الشيفر دافير اللي كدير هاد 3070 طن هو 15 مليار دولار. سمعتيها؟ 3070 طن شحال كدير ديال الفلوس؟ سمع، هو 15 مليار دولار. 15 مليار دولار 15 مليار دولار 15 مليار دولار اقتصاد الدولة. يا السي المقربع كيقولوا المسي المقربعة قالت لك 91 طن. اسمع كمل. يشكل الكيف المغربي أكثر من 60% من الاستهلاك الأوروبي، وفيما يباع الكيلوغرام من الحشيش في أوروبا بنحو 10,000 دولار. شحال باش كيتباع في أوروبا الكيلو؟ 10,000 دولار، يعني 100,000 درهم مغربية، يعني 10 المليون ديال السنتيم الكيلو. وغادي يشدوه يدوزوه لكم انتم الجزائر. علاش غادي يعطيو لكم الحشيش نتوما؟ علاش؟ واش نتوما هاد الحشيش غادي تشريو بهاد الثمن؟ الا واحد القضيه، عطاوكم الرمله، ممكن ان يكونوا جابوا لكم الرمله ولا الخشب دقوه عطاو لكم، ما هذاك الشيء لا يمكن. شوفوا كل هذا الخراب اللي راه يصرى في العالم ولينا ما نقدروش نشوفوا. والله قلبنا معاهم، قلبي مع الولاد هذوك الصغار اللي حاملين هكا الدومه. شحال كتجيب شحال منافقين يا ولد الجزائريين، شحال منافقين في هذه القضيه ديال فلسطين. هذه القضيه ديال فلسطين الوحيد اللي مستغلها في العالم هما الجزائريين. طالب بالتدخل، والله تدخل فوري، تدخل العرب، تدخل. تخونني الكلمات والله العظيم، غير تخونني صراحه. ما لقيتش الكلمات اللي نقدر نعبر بها. اطفال مساكن محضنين الدومه هكذاك مرمدين. اسمح لي بعد اعطيني كلمه. وين انت يا قلت لك العرب؟ انتم ماشي عرب، ما فهمتش واش انتم ماشي عرب. سألوا داعية في حصة تلفزيونية قيل له: أي البلدان تتمنى أن تقضي حياتك ثم تدفن فيها؟ قال: المدينة المنورة.
ثم أردف والجزائر المنورة. قطعه المذيع، قالوا المدينة المنورة نعرفها، الجزائر المنورة. قالوا ألا تعلم أن بقطرة كل دم شهيد هناك نور يصعد من الأرض إلى السماء. أنت رئيس حكومة الجزائر المنورة، ونحن نواب هذه الجزائر المنورة. هي أعمق الناس تتمنى تدفن فيها. يعطيكم الصحة بدون تعليق. نمشيو للفيديو اخر. بالنسبة لفلسطين، احنا فلسطين استقلالها قالوها الزعماء الجزائريين رحمهم الله في بداية الاستقلال، قال استقلالنا ما يتم إلا يوم تستقل فلسطين. داك الشيء علاش نتوما مازال ما مستقلينش، اسمحوا لي، مازال نتوما مستعمرين ذهنيا. Coach, first of all, I'd like to ask about player Ismail Ben Nasser. Will she بالماضي هنا شوفوا كي دار، شوف هاد الحركه اللي دار be أفريكا كوب، خصوصا ان هناك تقارير اكدت. واش جدك الانجليزيه انت ملي ما كتعرف كاع يعني عوده وبالتالي بدل بالعربيه، هذا هو المشكل. وانت لاش منه وانت الميادين التدريب في الاسبوع المقبل. شحال عمرك؟ انا 38 20 كوزمي عندي 28 اختي، داخل دابا 29. فهمتي؟ نردك بالانجليزيه ولا بالعربيه؟ كيما تحب. الله يعطيك الصحه. والله عرفت واش نرد عليك، واش بالانجليزيه ولا بالعربيه. شوف واحد الفيديو اخر. تصاعد بخار الطهي وفتل الكسكس بأنامل جزائر. التقييم وفق الشكل وطريقة التحضير هذا ماشي الكسكس، ماشي الكسكسو ديالنا حنايا، هذا ديالهم سميتو الكسكسي. شوف الطريقة باش كيتحضر. شوف الطعم النهائي سلم تنقيط اعتمد عليه أعضاء اللجنة وسار وفقه المتب. شوف شتي هاد اللقطة هادي، شتي هاد اللقطة بالضبط، شتيها باش تعرفوا بأنهم ماشي الكسكسو ديالنا وما بعنا به صلة. شوف بارون الذين قدموا من كل ولايات الجزائر للتعريف بهذا الطبق التقليدي الذي طالما جمع العائلة. هاد الكسكسو عاوتاني ماشي ديالنا، ما كنديروش بالبيض، المغاربة ما كيديروش بالبيض. ليجمع السياسيين والطهاة حول طاولة الود. منافسة يستمر تنظيمها كل سنة لغرض الدفاع عن الموروث المادي واللامادي للجزائر مع التعريف. طريقة باش كيتحط الكسكسو ديالهم، هذا ماشي ديالنا، هذا ديالهم. شوف بحال كيتحط خزوة بلفتة شويه اللحم ليه والقالب ديال الحلوى باش تصاوب. بما تحوزه البلد القارة من ثقافات وأطباق متنوعة. نمشيو ندوزو فيديو اخر. بغاو يصاوبوا الكسكسو ولكن ما عرفوش ليه. هاد الدري هاد الدري كيدخل التوني ديال المغرب، الجزائر، ومني شافو كيديروا ليه شار بزاف في المحل ديالو ناضوا يبقاو عليه بالكومونتيرات. علاش انت كتجيب التوني ديال المغرب علاش. هنكملوا هذا الفيديو هذا. هذا لونسيان موديل، هذا الموديل الجديد. اللي كان يلبسو جاي بالزليج. قال لي طاي ديسبونيبل ليكيب، وهذا لونسيان موديل ثاني شباب. تما واش تحب كاين. مكاش جملة مكاش جملة خاوتنا، مكاش جملة أروح عندي جملة أروح ليه رحت تشري وما لقيتوش أروح عندي. ماهيش نهضر مع خاوتنا، سمحونا تاع راكم في البال مي جماعة الجملة أو عندي أروحوا عندي، كونتاكتوني أروحوا عندي، مرحبا بكم. هيا بيس. المروك الأبيض، أكد لي المروك الأبيض. عندنا الروج. وي كاين الروج. خويا العزيز أريلهم. السلام عليكم، ليه كيف؟ دخل المروك. عندنا كونتيتي. ثم 48 وشي بالافين في لي كومونتير تبداو تصرفها. هنا بداو عليه، علاش انت كتبيع التوني مالك انت واقيلا كاع هددوه وشدك التوني ولا حفلر زعما راه طلع له الدم. اسمع نهضر عليك باسكو دو خاوتنا ومسلمين عليك خاوتنا يا من بعد عاوتاني دار واحد الفيديو اخر. اللي راكم واش بيكم خاوتنا هذا وهذا ولا هذا كيف
المهم صرا مسلمون راك مسلم، ها عندك ها بارك الله فيك يا خويا احنا مسلمين، خلونا من بوليتيك احنا خاطين. هاد الجزائر وها المغرب كاع فيهم الاخضر وكاع فيهم الاحمر، كاع عندنا الدمومات. دابا هما عندهم مشكل مع التوني ديال المغرب كاين في الجزائر، ولا قلت لكم واحد القضيه بان حنا في المغرب هنايا عندنا التوني ديال الجزائر، التوني ديال الجليل اللي حنا عندنا معاه مشكل كاين هنا في المغرب. وانا مشيت نجيبو اول بوتيك مشيت لقيتو، ها اول بوتيك مشيت لقيت فيه ها هو التوني ديال الجزائر ديال الجليل، ها هو التوني ديال الجزائر، العلامه ديال الجزائر ها هي العلامه ديال الجزائر، وهي العلامه ديال الاديداس اللي هي كتمولوها ها هنا موجود عندنا. هنا في المغرب تلقى اي توني بغيتي وتلقى اي درابو بغيتي، وكلنا كنحترموا هاد التونيات وكلنا كنحترموا هما ليهم، وكلنا كنحترموا الدرابو ديال اي دوله، كنحترموا الدرابو ديالها. الى هنا نكون جينا على نهايه هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.